السلام عليكم. أنا صوفيا عندي 31 سنة. التجربة ديالي يعني تزوجت كي كان في عمري 22 سنة. بعد ما جبت الطفل الأولاني تاعي حياتي كامل تبدلت 180 درجة، كامل تبدلت. ولا الزوج اللي راهو دوكا طليقي يضربني يسبني على جال أتفه الأسباب، يعني ما ندير له والو، بصح الله غالب هو عصبي بزاف ويخرج زعفو كامل فيا. كنت حابة نطلق، بصح بابا وخاوتي قالوا لي غير نحي طلاق من راسك. جوغ يخمو كنت عارفو يخمو على كلام الناس وش يقولوا الناس. يما مع الاول كنت نغيضها شويه، من بعد ولات تقول لي لازم تتحملي، ما تخربيش دارك، هذا هو الزواج. المهم زدت صبرت وجبت طفل دوزيام. بعد ما جازوا 7 سنين صعبوا، ما قدرتش كامل نتحمل، طلبت ديراكتو مطلق. هو ما حبش مع الاول، اني انا انسيستيت عليه بزاف. في الاخر طلقت وديت الحضانه الحمد لله، وليت لدارنا. صح ما لقيت واش كنت حابه، ما يخلوني نخرج، ما يخلوني ندير والو، بصح خير من العيشه اللي كنت عايشتها. في الاخر حبيت نمد نصيحه للبنات: اقراو، ما تزربوش على الزواج ماهوش هذيك الحياه الورديه راكم تستناو فيها. اقراو، كونوا رواحتكم، ومن بعد على خاطر كل شيء بالمكتوب، وربي يجيب الخير ان شاء الله.